بص، انت ممكن ما تصدقنيش في اللي انا اقوله لك دلوقتي ده، بس انت حياتك عامه امتع من الفيديو جيمز وامتع من الريلز وامتع من التيك توكس امتع من كل الحاجات دي. حياتك لوحدها امتع من كل ده، بس انت لسه مش مستوعب حياتك ممتعه قد ايه، عشان انت ما خدتش اول خطوه في حياتك. انت حرفيا لغايه دلوقتي، يعني انت لو ما تعرفش، يعني انت حياتك لسه تعتبر ما بداتش، انت في الستيج بريبريشن لغايه ما حياتك تبدا. بس انت حتى في الستيج ده ممكن تعمل حاجات بتديك متعه اكتر وبتديك فرحه في نفسك، كل حاجه ده اكتر. ازاي؟ انا هقول لك حاجه. ايه اللي بيديك متعه في فيديو جيمز؟ إيه اللي بيخليك تبقى مبسوط في ان انت تلعب فيديو كراجل؟ يعني انا بتكلم على رجاله. ايه اللي هيديك متعه ان انت تبقى مبسوط في فيديو جيمز ولا حاجه؟ اللي انت بتعمله في فيديو جيمز هو ان انت بتحاول تكسب حد تاني، او بتحاول تخلص كويست، او بتحاول تخلص اللعبه. يعني واخد تشالنج قدامك، واخد يعني حاجه بتحاول توقفك، واخد اوبستكل قدامك وبتحاول تعديه، بتحاول تتخطاه. ماشي. فانت بتاخد الصعوبات اللي في اللعبه دي وبتحاول تعديها وتتخطاها عشان تاخد الريورد، ولا عشان تاخد الجايزه اللي المفروض تاخدها في اخر اللعبه، ولا اي حاجه كده. ده اللي بيديك المتعه. اللي بيديك المتعه مش الجايزه نفسها. لو حد كان اداك الجايزه من الاول خالص اللعبه ما كانتش هتبقى ممتعه. اللي بيديك المتعه ان في تشالنج، في حاجه صعبه لازم تتخطاها وتعديها. هل حياتك تفتكر اسهل ولا اصعب من الفيديو جيم؟ حياتك اصعب من الفيديو جيم. مش صعبه كاللي هو بقى انت في حرب وبتخانق لا، مش صعبه كده، بس حياتك عامه. يعني مثلا في الفيديو جيم انت ممكن تخلص الكويست ولا التشالنج ولا الحاجه اللي انت الاوبستكل بتاعتك ممكن تخلصها مثلا في اسبوع، لو صعب موت، فاهم؟ لو صعب جدا تخلصه في اسبوع. في حياتك انت حاجه مثلا تحاول تفتح بيزنس، او مثلا تروح الجيم تحاول تبني جسم حلو. ده بياخد قد ايه؟ اكتر من اسبوع، اكتر من شهر، اكتر من سنه. بياخد وقت كتير وبياخد تعب منك اكتر بكتير من الفيديو جيم. وده السبب بيخلي الحياه امتع، وفي نفس الوقت بيخلي الحياه ارخم. يعني انت عشان الريورد بتاعك مش جاي لك سريع، انت اللي هو لا خلاص انا مش عايز اتعب. انا انسان عايز اكسل في كل حاجه، عايز اتعلق في كل حاجه ومش عايز اتعب اصلا. ده تفكيرك. يعني ممكن تكون مش عايز تفكر كده، ممكن تكون مش عايز نقول كده اصلا، تتضايق وتقول لا يا عم انا مش كده، انا ما بعملش حاجه. انت كده. ماشي، عايز تفكر، عايز تقول كده ولا لا، انا بقول لك انت كده. شخص دلوقتي بتقول ان الحياه كلها صعبه فانا مش عايز اجرب توصف الحياه. انت مش غريب، دي مش مشكلتك، دي مشكله العالم حط ايه جواك، حط ايه جوه تفكيرك. العالم خلاك بتفكر بالطريقه دي، بالطريقه يعني الصعبه، يعني الطريقه الديبريسنج قوي دي. فعامه انت ازاي تستمتع في حياتك؟ بان انت تحاول تجري ورا الصعوبات دي. بس كده الفيديو خلص. تقول لي بقى اه كل حد بيقول نفس حاجه، ماشي، ممكن يكون ناس كتير بتقول نفس حاجه. بس انا هجيب لك من الاخر. انت ما تبصش على الفيديو ده عشان تلاقيني برغي وخلاص. انا هجيب لك من الاخر. زي بالظبط في اللعبه، ما انت بتخلص، بتعدي من شويه صعوبات وبتحاول تخلص كويست وبتتخانق مع حاجات وبتلاقي ان التشالنج صعب، بتلاقي واحد لعيب قدامك لازم تكسبه. اي حاجه. زي بالظبط ما انت في اللعبه لما بتلاقي الحد ده بتخلي اللعبه ممتعه اكتر. انت في حياتك لما تلاقي تشالنج صعب بتخلي حياتك ممتعه اكتر. بس انت بتديش فرصه للتشالنج الصعب ده اصلا. يعني انت لو رحت الجيم قول لي مثلا، انت اكيد رحت الجيم مره قبل كده. لما رحت الجيم مره قبل كده الصراحه يعني انصحك جرب تروح الجيم قبل ما تتكلم اصلا. انت الفيديو ده كمان كبير عليك شويه، جرب تروح الجيم الاول. بس للناس بقى اللي راحت الجيم اوريدي، او ممكن تكون بقى بتروح الجيم اوريدي، لما تيجي ترجع من يوم جيم، من يوم انت رحت فيه الجيم يعني، وانت تعبان ومش قادر ومكسر، بس عارف ان انت عملت اللي عليك النهارده، بترجع مبسوط ولا لا؟ بترجع فرح، ترجع فرحان من نفسك ولا لا؟ ترجع اللي هو يا اسطى انا عملت حاجه النهارده، انا تعبت، انا اشتغلت، انا عملت كذا. تبقى فرحان من نفسك. لو انت تخيلها دي بقى، ما اعتقدش انت عملتها قبل كده، فانت تخيلها. لو واحد فتح بيزنس وتعب في البيزنس بجد كل يوم، لما البيزنس يجي ينجح، ولما هو يجي يلاحظ ان الناس اتفرجت مثلا، ولا ناس فرق معاها اللي هو عمله، تفتكر هو يبقى مبسوط ولا لا؟ اللوجيك هيقول لك هو يبقى مبسوط من نفسه، هيبقى فرحان. وثقته في نفسه هتزيد عشان هو عارف ان هو تعب في حاجه. هو عارف ان هو اثر على ناس، عمل حاجه بجد في حياته، ما سابهاش كده تضيع وخلاص. هو بيلعب فيديو جيمز وبيعمل سكرول. ولو انت متخيل ان السكرولينج ممتع، انا عايزك تحط كاميرا قدامك، ولا حتى تحاول تلاحظ يعني تشوف في اللحظه وانت بتعمل سكرول بقالك ساعه ولا نص ساعه ولا حتى 10 دقايق. بص على نفسك. هتكون بتضحك بجد، ولا انت قاعد؟ انت حرفيا السكرولينج ده ما بيدكش متعه اصلا، بيديك دوبامين. دوبامين ده يعني بيديك شويه موتيفيشن، او بيديك شويه طاقه كده، فرحه صغيره جدا.
لمده تقريبا 5 ثواني وبعدين بيروح لغايه ما انت تعمل سكرول تاني. 5 ثواني وبعدين بيروح. ده اللي بيخليه سكرولنج وشورتس وكل ده ادكتنج جدا، اديكتنج قوي. عشان هو بيديك الدوبامين الصغير اللي بيفضل يشدك. وعشان تاني حاجه، انستجرام وتيك توك وشورتس ويوتيوب وكل ده كلهم معمولين بحيث ان هم يشدوك. يعني عارف ازاي انت لو لسه فاتح اكونت جديد على انستجرام ولا على تيك توك، بيقول لك اعمل اسمه ايه، فولو للناس اللي انت بتحبهم، اعمل فولو للكونتنت اللي انت بتحبه. او لما تتفرج على الريلز شويه وتقعد بتتفرج على الريلز اللي انت بتحبها، بتلاحظ ان الريلز اللي انت بتحبها بتفضل تجي لك اكتر واكتر. ده ممكن في الاول يبان ان هو فور يو بتاعك، فانت عشان كده طبيعي ان هو يديك حاجات اللي انت بتحبها. بس هو غير كده، هو بيديك الحاجات اللي انت بتحبها عشان هو هدف انستجرام وتيك توك ايه. فكر فيها بربع ثانيه، هدف انستجرام وتيك توك ايه؟ ان هو يخليك على الاب على قد ما هو يقدر. لو انت قعدت على الاب 5 ساعات بدل ساعه واحده، يبقى هو كده، هو كده نجح، عمل اللي هو كان عايزه. فهو بيفضل يديك الحاجات اللي انت بتحبها اكتر واكتر واكتر عشان هو عارف ايه اللي بيشدك. هو اكنه عامل كلون منك، اكنه عامل واحد زيك بالظبط حرفيا، عمل كوبي بيست لكل حاجه عندك انت، حطها جوه شخص. وبيسال الشخص ده عنده في انستجرام، اكنهم بيسالوا الشخص ده انت بتحب ايه. اللي هو بيحبه انت هتحبه غصب عنك، اللي هم ما بيحبوش انت مش هتحبه. وبيفضلوا يديك نفس الحاجه اللي الشخص ده بيحبه. فانت استحاله تلاقي حاجه ما بتحبهاش. فاهم؟ ودليل ان ده بيشدك اكتر لما انت تمسك موبايل اختك ولا اخوك الصغير اللي بيتفرج على حاجات برين روت ولا حاجات انت اللي هو بتبص عليه، والله الله يخرب بيت الجيل ده. تيجي تبص على حاجات زي دي، الحاجات دي بتشدك، بتخليك تكون عايز تتفرج اكتر. لا انت بتتفرج شويه بتقول اللي هو يا عم ايه القرف ده، يا عم انا سايب الموبايل ده. فاهم؟ بتلاقي حاجات كده تافهه خالص، حاجات انت مالكش نفس تتفرج عليهم خالص. فانا بقول لك اهو، انستجرام وتيك توك معمولين ان هم يشدوك. والدوبامين الصغير اللي بيجي لك ده يعني اصلا ما بيدكش متعه في حياتك، انت بتبقى قاعد حرفيا عامل كده. يوم لما يجي لك واحد بيقول نكته مضحكه تروح انت ضاحك، اه ماشي، بس كده انت بتعمل ايه في حياتك؟ فاهم؟ فدي حاجه. انت ما بتستمتعش بتيك توك ولا انستجرام ولا الكلام ده كله اللي ممكن يديك متعه، اه ماشي، فيديو جيمز وكلام من ده. بس ده بيديك متعه بس عشان هو بيخليك تتخطى صعوبات في حياتك. في صعوبات اكتر بكتير، والمتعه اللي هتجيلك في حياتك هتبقى متعه حقيقيه. هتبقى متعه جايه من قلبك بجد، مش متعه طالعه من اللعبه كده وخلاص. يعني انت بعد ما تخلص اللعبه، ايه اللي جالك في حياتك بجد؟ ايه اللي اثر عليك في حياتك؟ ايه اللي حصل في حياتك؟ مفيش حاجه حصلت. بس انت لما تروح الجيم وترجع وتتعب ويجي لك ريوردز في الجيم بجد، بان انت جسمك يبقى حلو، ممكن يجي لك سكس باك، ممكن تلاقي باي كبرت، ممكن تلاقي شويه فينز طلعت، شويه عروق بدات تبان، الشيست كده بقى حلو، بقى شكلك موز، الكلام ده كله ده بيطلع لك بحاجه في حياتك في الاخر. بتحس كده بفرحه من جواك، اللي هو لا انا عملت فرق، لا انا شكلي حلو، لا انا بجد تعبت، واللي انا تعبت له اخيرا بدا يبان عليا. ده اللي بيبقى حلو في الجيم. لو الجيم كان سهل من الاول خالص، ايوه ماشي، الناس كتيره جدا كانت هتروح الجيم. بس الجيم اصلا ما كانش هيبقى ليه قيمه في ساعتها. لو كل حد بقى شكله حلو، يبقى اللي بقى شكله حلو ملوش قيمه. لو كل حد بقى مليونير، يبقى المليونير ملوش قيمه. فاهم الفكره؟ فالجيم غصب عنك لازم يبقى صعب عشان انت تبقى حاسس بالفرحه دي لما تروح. فانا بقول لك جرب. ولو مش عارف تروح لوحدك، روح مع واحد صاحبك. لو مش عارف تروح مع واحد صاحبك، اشترك مع كوتش، اعمل اي حاجه، بس روح الجيم. شوف الفرق. شويه بشويه هيعجبك اكتر. شويه هتلاحظ قيمته، شويه بشويه هتلاحظ ان الفيديو جيمز والكلام ده كله ما لهمش قيمه. بعد الجيم ممكن تعمل حاجه ثانيه صعبه بس تديك ريورد حلو في حياتك. انا بالنسبه لي انا فاتح يوتيوب. يوتيوب ده بالنسبه لي على فكره رخم جدا وبيذلني كتير قوي في حياتي يعني. تخيل ان انا اصحى في يوم ما اكونش قادر اعمل اي حاجه، بس غصب عني لازم اصحى عشان اعمل لك الفيديو ده. فبتستفزني ساعات. بس بلاحظ لا، بعد ما اخلص الفيديو، بعد ما اخلص الايديتنج، بعد ما اعمل بوست للفيديو ويجي لي لايكين، حتى يا اسطى لو حتى لو لايكين، لو جالي مثلا في فيديو كده جامد جدا جالي 200 فيو ولا 300 فيو، جالي كومنت بتقول لي يا اسطى لا انت ساعدتني. جالي كومنت بتقول لي ممكن تعمل لي فيديو ولا كذا عشان ساعدتني في الفيديو اللي فات. اي حاجه كده، تفتكر بتفرق معايا ولا لا؟ حتى لو كومنتايه واحده يا اسطى في 10 فيديوهات، بتفرق. بحس انا باللي هو لا بس انا عملت حاجه، انا فرقت مع على الاقل، على الاقل في ناس باصه وبتستفيد شويه. فبيخليني اكمل واكمل واكتر واكتر واكتر. ان انا افتح اي بزنس، ان انت تعمل اي حاجه بحياتك ليها قيمه بجد، هتوريك الفرق بين الفيديو جيمز وحياتك الحقيقيه. اصل هي حياتك ايه يعني؟ الفيديو جيم عباره عن ايه؟ الفيديو جيم عباره عن حياتك بس معموله بطرق تخلي حياتك امتع. هي عباره عن حياتك، حياتك بس معموله بطرق تخليك انت تخلي حياتك امتع. الفكره ان مفيش حد هيقدر يكوبي بيست حياتك انت.
عشان لو حياتك كانت فيديو جيم ما كانش فيها يكون اي حد عايز يلعبها اصلا. فاهم الفكره؟ بس انت حياتك احلى فيديو جيم فيهم. ايه اللي هيبقى ريوردنج اكتر؟ ايه اللي هيديك جايزه اعلى؟ ان انت تخلص لعبه ولا ان انت تفتح بيزنس ناجح في حياتك؟ ايه اللي هيديك جايزه اعلى في الاخر؟ بيزنس ناجح في حياتك طبعا. ان انت تخلص لعبه ولا ان انت تجيب فيزيك جامد جدا، تبني جسم ما شاء الله عليك، يبقى جسم اللي هو جامد قوي 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 قوي. ايه اللي هيديك ريورد اكتر؟ ايه اللي هيديك جايزه اكتر في حياتك؟ ده ولا ده؟ ده طبعا جسم احسن. ده اللي بيفرق بجد في حياتك. ايوه ماشي، حياتك ممكن تبقى اصعب من الفيديو جيم، بس الريورد بتاعها دايما بيبقى احلى من الفيديو جيم واهم من الفيديو جيم بكتير جدا. فانت فكر فيها ثانيه. انت لسه اصلا ما تعرفش اي حاجه عن حياتك، ما جربتش اي حاجه. انت شخص زي كل حد طالع من بطن امه، راح شويه ابتدائيه، وبعدين راح كمل في المدرسه وما ما اعرفش عمل ايه، وبعدين ودلوقتي ممكن يبقى خلاص فاضل له سنتين ثلاثه زي بالظبط سنه واخش كليه او سنتين واخش كليه. ممكن تبقى زي بالظبط، ممكن تبقى في اي بوزيشن في الستيج دول، ما فرقتش. بس انت طالع زي كل حد تاني دلوقتي، انت لسه ما جربتش حياتك. انت ماشي في نفس الطريق اللي كل حد ماشي فيه، طبيعي مش هيبقى ممتع. لازم تختار لنفسك طريق جديد. الطريق هيبقى اصعب، والطريق هيبقى ارخم، والطريق هيبقى مستفز وهيقرفك في حياتك. بس في الاول وفي الاخر الطريق ده هيبقى امتع وهيبقى احسن لك. عشان الطريق ده هو اللي انت تعمل فرق بجد في حياتك. الطريق ده هو اللي انت هتلاحظ ان حياتك بجد اهم بكتير واحلى وامتع بكتير من اي فيديو جيم انت ممكن تلعبها في حياتك. حياتك اكنها الفيديو جيم الاصليه، اللي كل فيديو جيم تانية بتحاول تاخد حته منها وتعملها لعبه، فحتى هم مش عارفين. عشان حياتك دي انت ما تقدرش تعمل لها كوبي بيست في اي حاجه. حياتك دي فيها صعوبات هتبقى صعبه ان انت تتخطاها. فيها تشالنجز انت تبقى رخمه قوي عليك ان انت تعديها. في حاجات انت مش هتفكر فيها. اللعبه بتبقى ستريت فورورد، الفيديو جيم بيقول لك انت تعمل ايه، حياتك ما بيقولكش. حياتك انت اللي بتعيش. انت اللي بتختار انت عايز تعمل ايه. انت اللي بتكون عايز تعمل الفرق ولا لا. انا اقول لك تاني، حياتك امتع بكتير من اي فيديو جيم. بس انت اديها فرصه. ما تضيعش حياتك. ما تفضلش تعمل سكرول وفيديو جيمز وخلاص. جرب ابدا بالجيم شويه بشويه. اتفرج على ناس بيفتحوا بيزنس شويه بشويه. جرب انت تفتح بيزنس. هتفشل اول مره، ممكن تفشل تاني مره. في ناس بتفشل 10 15 مره قبل ما تبدا تنجح يعني. انت ما تعرفش. ممكن تنجح من اول مره، ممكن تنجح من ثالث رابع خامس، ما فرقتش. بس لما تنجح انت محتاج تنجح مره واحده بس وحياتك كلها اتغيرت. فكر فيها. يعني قول انت مثلا تبقى زيي، لو بتلعب، لو بتعمل يوتيوب فيديوز تحاول تفيد الناس. انا عملت فيديو فوق ما اعرفش كام فيديو دلوقتي، يعني ممكن يكون داخل على قرب ال 100 يعني. بس ما اعرفش والله، ممكن اكون، والله العظيم ما اعرف. بس بتعمل شويه فيديوهات. حتى يا عم لو انت عملت 100 وواحد منهم نجح، واحد منهم جاب ال 100,000 فيو ولا ال 50,000 فيو مثلا، ده كل اللي انت محتاجه. الواحد اللي يجيب 50,000 ولا 100,000 فيو وانت حياتك اتغيرت. انا بالنسبه لي دي حلاوه البيزنس. ممكن تفشل مليون مره، بس انت لو نجحت مره واحده فيهم حياتك اتغيرت. لو فشلت مره ومره 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 مفيش اي حاجه حصلت. انت اللي هتخلي الفشل ده ياثر عليك. لو انت قلت لنفسك لا انا فشلت خلاص عايز اوقف، انت اللي خليت الفشل ده يغير حياتك في الاخر بجد. اللي ممكن يحصل ان انت تفشل كتير 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 قوي، بس تنجح مره واحده. زي ما بقول لك هتنجح مره واحده. حتى لو نجحت مره واحده بس، دي هتاثر على بقيه حياتك. هتاثر عليك ذهنيا، هتلاحظ ان لا انا نجحت. هتاثر عليك جست في الحياه، في حتى الماتيرياليستيك يعني. هتاثر عليك في كل حاجه، هتاثر عليك في حياتك، هتاثر عليك ماديا. فلوسك طبعا هتلاقي مش، بسم الله ما شاء الله. انت لو نجحت مره واحده في حاجه زي يوتيوب، بالذات لو انت فاتح كورس على جنب زي ما انا فاتح كورس كده، بتحاول تفيد الناس بيه، تقول لهم يا جدعان في اخر كل فيديو مثلا تقول لهم يا جدعان خشوا على الكورس ده، انا بحاول افيدكم. الكورس ده ادفانسد شويه، لو انت فيديوهاتي بتفيدك يبقى الكورس ده يفيدك اكتر. تخيل بقى لو فيديو جاب 50,000 100,000 فيو، كام واحد هيخش على الكورس؟ حياتك اتغيرت. يا اسطى انت بقيت في حته تانيه. ممكن تفشل تاني وتاني وتاني وتاني، بس الريورد بتاع الحياه ما بيتقارنش بالريورد بتاع الفيديو جيم. الريورد بتاع الحياه بيحطك في حته تانيه. الريورد بتاع الفيديو جيم انت بتبقى لسه قاعد على نفس الكرسي، لسه قاعد بتلعب نفس اللعبه، لسه قاعد على بي سي ولا على بلاي ستيشن ولا على اي حاجه. حرفيا حياتك ما اتغيرتش، ما كسبتش اي حاجه. الفرحه اللي بتجيلك من انك تكسب الجيم ده يروح بعديها بيوم بالظبط. بس الفرحه اللي بيجيلك من حياتك عمره ما هيروح، يفضل موجود في حياتك. والحاجات اللي هتجيلك من الفرحه دي، الريوردز اللي هتجيلك من ان انت
الصعوبات اللي انت تخطيتها مش هتمشي، تبقى دايما موجود معاك بقية حياتك كلها. يا رب يكون عجبك الفيديو. ولو انت عايز تتثقف تخش في ليفل ادفانسد اكتر تقدر تتواصل معايا انا شخصيا. انا عامل كوميونتي اسمها سوشيال ميديا اوف بوزيتيفيتي، اللينك بتاعها في الديسكربشن بتاع الفيديو ده. انا عايز املك كوميونتي بناس زيك وناس اكتر واكتر واكتر واكتر. الناس اللي محتاجه اي كورس، محتاجه اي حاجه، انا ممكن اعمل لك كورس جوه الكوميونتي دي بالظبط. قول لي بس مازن اعمل لي كورس جوه الكوميونتي، اكون اعمل لك الكورس ده يبقى ليك انت بزيت. انا مش هكون بعرف اعمل فيديوهات لكل حد بيعمل لي كومنت، بس جوه الكورس انت ممكن تستفاد بحاجات اكتر بكتير قوي من اللي انت تستفاده جوه هنا. ممكن يبقى حاجات ديتيل، ممكن يبقى حاجات ادفانس، حاجات انت بجد ممكن تفهم بيها. واهم من كل ده هتعرف تقابل ناس زيك بالظبط. مشكله الناس اللي بيحاولوا يحسنوا من نفسهم ان مفيش كتير منهم، انتوا ناس قليله. مفيش ناس كتيره بتفتح يوتيوب ولا بتفتح اي حاجه بتدور على فيديوهات تحسين النفس. تلات ارباعهم بيدوروا على فيديوهات اللي ممكن يعملوا سكرول عليها، فيديوهات اللي ممكن يعملوا اي حاجه شمال عليهم، فيديوهات اللي ممكن تديهم اي متعه تقريبا 5 ثواني. انت قررت تتفرج على فيديو ممكن يفيدك وقررت تتفرج لاخره. فالكوميونتي دي انا بقول لك هتبقى لشخصيه زيك انت بالظبط. لو انت شايف ان الفيديو فادك، الكوميونتي دايما مفتوحه ليك. دايما امشي في طريق ناس كتيره ما بتمشيش فيه عشان تعرف تلاقي حاجات ناس كتيره ما بتلاقيهاش. كوت معروفه جدا وبتتقال بسهوله قوي، بس فكر فيها ثانيه. لو مشيت في طريق كل حد بيمشي فيه هيجي لك نفس الورد اللي كل حد بيمشي بتجيله يعني. بس لو قررت تمشي في طريق ناس كتيره ما بتمشيش فيها هتلاحظ ان حياتك فيها حاجات جديده عليك، حاجات ممتعه، حاجات تستاهل التعب والزعل والنرفزه وكل حاجه انت هتحس بيها في خلال طريقك عشان تعرف تحس بالريورد اللي في الاخر. يا رب يكون الفيديو عجبك، اشوفك في الفيديو الجاي.